مساء الخير وأتمنى أسطورة النهاردة تعجبكم ويلا بينا نبدأ. أسطورة النهاردة ليها بطلين، الإله باخوس والإله إيروس. خلونا الأول نتكلم عن باخوس. باخوس ده كان إله الجنون، وليه تم تلقيبه بهذا اللقب؟ علشان كان بيعمل تصرفات غير مفهومة للي حواليه، بيزعق وبيتخانق وبيتعصب بدون سبب واضح، وبيفضل يكلم في نفسه كتير. وده اللي خلى زيوس كبير الآلهة يطلق عليه لقب إله الجنون. أما بالنسبة لإيروس فهو إله الحب، كان طفل مدلل ومشاغب، والمفترض إن هو كان بيكون شايل على ظهره زي شنطة أو جعبة فيها سهام، والمفترض إنه لما كان بيصيب حد بسهم من السهام دي كان بيصيبه بالحب. وخلونا نقول إن السبب الرئيسي ورا جنان باخوس وتصرفاته الغريبة دي كلها كان إيروس. كان بيضايقه وبيعمل فيه مقالب وبيشاكس فيه وبيعمل ما بينه وما بين باقي الآلهة فتنة، لحد ما في يوم باخوس عرف إن السبب الرئيسي ورا كل اللي بيحصل له ده هو إيروس، فخد بعضه وراح له. وكلمة من هنا على كلمة من هنا قامت خناقة، وفي وسط الخناقة الموضوع كبر وباخوس عجن إيروس ضرب. في وسط الضرب والمعمعة دي كلها خرج سهم بدون قصد وأصاب إيروس في عينه فاتعمى. الآلهة اتجمعوا وأخدوا باخوس وإيروس وطلعوا على زيوس كبير الآلهة وقالوا له بما إنك بقى الكبير بتاعنا حللنا أنت المشكلة دي. وفعلا زيوس قرر من هنا ان باخوس يفضل ماشي مع إيروس في كل مكان عشان يوجهه لطريقه، بما انه كان السبب في العمل اللي حصل له. وده بالفعل اللي حصل، ومن يومها وباخوس إله الجنون بيقود إيروس إله الحب في كل مكان. وأعتقد إن ده السبب الرئيسي ورا المثل المشهور اللي أغلبنا عارفه: الحب أعمى ممشيك جنان. أتمنى أسطورة النهاردة تكون عجبتكم، ولو كملتوا الفيديو للآخر عرفوني الأسطورة عجبتكم ولا لأ.